انا ما بحسبش سعرات في عيادتي. انا متاكد اكيد بعد الكلام ده اكيد طبعا. ناس كتير حالا تتبقى ده بتهزر. والله ما بقعدش احسب سعرات. والناس بتخس والناس بتتعالج من السكر. مو على كلامك لو يعني واحد ماشي على السعرات، يعني زي ما ذكرت اكيد عندك تجارب مشي على السعرات ومقللين السكر مثلا، بس سكرهم يعني مش مزبوط. ليش؟ لانه عندهم مشكله من جوا نفسها من الجذور، وكمان مش اي جذر اللي هو العواطف واستقبال يعني حتى كلام الناس وحاجات امور عديده. بس خلينا يعني اقول نقطه، لانه احنا في مجتمع ولازم نحتك ونتعامل معاهم، فنسمع كلام سلبي، نسمع افكار، بتصير لنا حوادث، مواقف مع الناس، مع حياتنا بشكل عام، فهذه كلها بتأثر علينا طبعا. يعني ممكن أصاب بالسكري لو أنا ما قدرت أتعامل أو أستقبل هذه العوارض اللي تدخل فيني، لو ما استقبلتها بطريقة صحية ممكن تأثر علي وممكن تسبب لي سكري مثلا. طب إزاي أتعامل مع المواقف دي؟ أسئلتك كلها تقيلة والله، يعني كده احنا هنحتاج ساعتين في باب عملت سؤال بسيط بس إجابة خطيرة. أنت بتتكلم في حياة، في رحلة، يعني عشان تغير منظومة أفكارك أو مش منظومة أفكار، استقبالك للحدث، دي رحلة أنا مشيتها. يعني عايزة أقولك إن الرحلة دي أنا مشيتها في يوم ما. يعني أنا كنت من الناس اللي قاعدة قدامك دي كانت دايما أندر ستريس، دايما يعني حد يخبط فيا او حد يكسر عليا او مش عارف ايه، ويقعد وانا اقعد ازعق وانت مش عارف ايه وانت مش عارف، مشكله في الشغل، مشكله، وعلى طول عصبيه بتنرفز بسرعه جدا. انا كنت كده في يوم ما. فهي رحله، هي رحله دكتور محمد، بدايتها الوعي والاجابه على سؤال خطير. السؤال ده لو كل واحد فينا لقى الاجابه هيعرف يغير من حاله بمنتهى البساطه. وده عالم في علم النفس الإيجابي قال لك لو كل واحد فينا عنده لماذا في حياته هيوصل لحال متزن، أو بمعنى أصح بقى الحال الفطري اللي ربنا خلقنا عليه، ويكون شخص أهدى وبيستقبل الأمور بشكل مختلف. يعني إيه لماذا؟ كل واحد فينا لو هو بيعيش حياته عنده الواي، ليه أنا بعمل ده؟ ليه أنا بعمل بودكاست ده؟ ليه أنا بشتغل الشغلانة دي؟ ليه أنا بربي ولادي؟ ليه أنا بروح الشغل؟ هنا أنت بتعيش إيه بقى؟ المعنى من وجودك في الحياة، مراد الله سبحانه وتعالى منك في الأرض. عارف وانا جايه لك في الطريق، انا اول مره اجي هنا تمام، بعقلي بقى اللي بقى بيحب يحلل ويفكر كتير، فماشيه في طرق بقى وكباري جميله وارض ايه الجمال ده. قعدت اقول يا رب سبحان الله، العامل اللي قاعد يبني الكباري وعمالين يشتغلوا، هل كانوا فاعلين نيه اعمار الارض؟ الله عليكم لو فعلتوا النيه دي. والله العظيم انا ماشيه في الطريق حالا. لو احنا منتبهين ان انت ممكن تحول حاجه انت بتشتغلها لحاجه ربنا اصلا هتؤجر عليها يوم القيامه، وتقف كده قدام ربنا وتلاقي ميزانك مليان، علشان بس كنت منتبه ان انت تفعل نيه في البودكاست دي مثلا، ان حد نعلمه حاجه فنغير من حياته. خش بقى معلم في ميزان حسناتك، املاه بقى. كتير مننا مش منتبه. فانا ايه اللي هيخليني ابقى منتبه وابقى قاعد كده ببص في وشوش الناس وبحلل ده وبقرا ده واقول الله سبحان الله مش عارف، واتجمل كده في طبيعه وابص على الحلو. يعني ممكن الاقي الحلو والوحش، بس انا عيني بتشوف ايه؟ يعني انا عيني نضارتي دي بتشوف ايه؟ بتشوف الحلو ولا بتشوف الوحش بس ومش شايفه الحلو؟ او بتشوف الاثنين وبتدي ده على قدره وبتدي ده على قدره؟ النضاره اللي هي تعتبر الافكار، انت المرايه بتاعتك بتشوفها ازاي؟ وحسب ما بتشوفها على حسب ما هتكون بقى كميه جسمك وكميه مخك واستقبالك للحدث اللي بيحصل بره وتفاعلك مع الحدث. ما انت بتتفاعل مع الاحداث ازاي؟ ممكن نفس البني ادم يتحط في موقف، نفس بني ادم تاني يتحط في نفس الموقف، هتلاقي دكتور محمد بيتصرف بشكل ورحاب بتتصرف بشكل. هو نفس الحدث على فكره، هو نفس الموقف. طب انت ليه استقبلته بصوره وانا استقبلته بصوره؟ انت ليه اتعصبت مثلا وانا ما اتعصبتش؟ انت ليه دمك غلي وقعدت وبوظت يومك ورحت اتنرفزت على مراتك ومديرك مش عارف اذا؟ ليه؟ هي النضاره، انت بتستقبل ازاي؟ انت بتستقبل الاحداث ازاي؟ فعلشان تغير من النضاره انت محتاج ايه؟ محتاج تمشي في رحلتك. اول حاجه جاوب على السؤال ده، انت هنا ليه؟ لو انت لقيت اجابه السؤال انت مشيت نص الطريق، انت فهمت الرحله دي رحله، دي محطه، يعني احنا مش مخلدين فيها، احنا جايين نقوم بوظيفه برساله ونروح ما حدش قاعد فيها. طيب وانت بتعمل الرساله دي انت عارفها اصلا ولا انت عايش في روتين قاتل؟ روتين قاتل
انت ممكن تكوني بتسمعيني، ممكن دورك ده يكون رساله، بس هل انت بتقومي بيه كرساله ولا روتين لازم اعمله علشان انا لازم اعمله؟ فرق رهيب، فرق رهيب. ده هينعكس على نفسيتها، هينعكس على مشاعرها، هينعكس على مودها، هينعكس على صحتها النفسيه، هينعكس على صحتها الجسديه، هينعكس على كل حاجه واستقبالها لكل حاجه. عكس الام اللي هي بتقوم بدور روتين قاتل، النهارده زي امبارح زي بكره، ايام وبنقضيها، لازم اطبخ ولازم اغسل ولازم مش عارف ايه ولازم مش عارف، صح؟ او الراجل اللي بيروح الشغل، انا لازم اشتغل ولازم اروح عشان اجيب فلوس ولازم اقبض، ومستحمل مديري وقرف الشغل ومش طايقهم ومش عارف ايه وبيئه سامه وكاني وماني، ولازم اكمل ليه؟ عشان مرتب اخر الشهر واستنى يوم الاجازه. معلش يا فندم، انت اللي بتظلم نفسك، زي ما انا ظلمت نفسي في يوم ما يا دكتور محمد. انا اللي عماله بتتكلم دي مش بس من علم اتعلمناه دلوقتي، لا، من تجارب. فانا في يوم ما كنت زي اي حد عايش جوه الكومفورت زون دي، احنا بنسميها منطقه الراحه، اللي هو انت مش مبسوط، خلي بالك. واول علامه انت بتعرفها ان انت تصحى الصبح، لازم اصحى، لازم اقوم، لازم اروح الشغل. طب انت بتحب، انت بتعمل يا ستي حب ايه؟ هو لازم اشتغل، ما اعرفش الشغلانه غيرها، ما عنديش بديل، انا ما اعرفش اعمل حاجه تانية. فتضطر ان انت تقوم، جسمك اصلا مش هيساعدك ان انت تقوم، وبتغصب عليه عشان يقوم يكمل. فانت بتفقد نفسك وروحك في الرحله دي. انا قعدت فيها بقى سنين عمري، شبابي انا قعدت فيها شبابي كله قاعده. وعقلنا بقى لما انا فهمت البرين نفسه، عقلك بيخاف عليك قوي زي ماما كده. يا ست الكل اللي اعرفه احسن من نعرفوش، قاعده كنبه لطيفه، يعني هنروح نجرب حاجه ازاي؟ فهو يخاف عليك جدا. فبالتالي بتلاقي التغيير صعب، بيجي في اخر اولويات عقلنا اصلا. فلما تيجي تبقى انت عايز تغير حاجه، بيعمل مقاومه غير طبيعيه، اكنك عمال بتزق في حيطه. فايه اللي بيحصل؟ بتقعد. المعركه دي لو انت مش فاهمه حال ناس كتير بتستسلم، بتبقى قاعده في منطقه الراحه دي لان خايفه تخرج براها، رغم ان هي لو خدت بس القرار وخرجت براها هتشوف عالم كبير هي حارمه نفسها منه، وقاعده جوه الكومفورت زون وزنقه نفسها عشان ما عندهاش بديل وخايفه من التغيير. مشاعر الخوف والاميجدلا لما بتشتغل، خلاص شكرا، انت بقيت هي اللي مسيطره عليك، انت بقيت سجين جوه المشاعر دي، مش انت المسيطر، مش انت المتحكم. انا قعدت فيها سنين عمري كله، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى اراد ان تيجي مشكله صعبه قوي وتحدي كبير جدا ومرض عضوي وحاجه خطيره قوي، وانا قررت طبعا بعد يعني سبحان الله صليت صلاه استخاره بقى، ويعني كان الموضوع صعب جدا بالنسبه لي، وقرار صعب ان اي واحده ست تاخده، خاصه انا كنت واصله المركز كذا وعلى الله حكايتي. طب انا لو قدمت استقالتي وعمري كله في شركات الادويه وواصله لتايتل عالي جدا وما اعرفش شغلانه غيرها، اروح فين؟ طب والفلوس اللي عليا دي اعمل فيها ايه؟ قرار كان صعب. بس القرار ده لو ما كنتش خدته في يوم ما، النهارده بقول لك الكلام ده، كان زماني فين؟ في الكومفورت زون. والمرض اللي انا كنت فيه، او انا خارجه مرضين بقى ساعتها، المرضين دول ممكن كانوا يبقوا الله اعلم بقى كان حالي ايه دلوقتي.